هنقلب الطاجن بقى وشوف شكله ما يطلع. بسم الله ما شاء الله، في كمية لحمة تستاهل. عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده جايين بتقييم جديد من مطعم جديد، وكان نفسي اجربه من زمان. بس قبل ما نبدا ونقول لكم اللي معانا النهارده او مطعم ايه، هو باين معاكم في الشنطه. ندعي لاهلنا في فلسطين، يا رب يا رب يا رب يشيل عنهم البلاء ويقويهم ويصبرهم وينصرهم، امين يا رب العالمين. ويرحم شهدائنا ويشفي مصابينا، امين يا رب العالمين. وكل الدول العربيه بالمثل. ده بقى الاكل التحابيش، الاكل الشعبي بتاعنا كده الحلو، من مطعم الربيع. انا من زمان جدا 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 كان نفسي اجربه، مع ان بعد من زمان كان نفسي اجربه واتحكى لي عنه كتير، بس عمري ما اكلت منه او جربته مره كده، نقنقه كده، حته لقمه كده حواوشي. بص انا رحت عشان اجيب من الفرع بتاع امبابه، لقيتهم مش شغالين للاسف النهارده، فاتصلت وجبت من الفرع بتاع زايد. احسن حاجه عجباني فيه جدا جدا ميعاد في التوصيل. قال لي خلال ساعه وربع، خلال ساعه وربع فعلا جه. الفاتوره يا جماعه اهي. مبدئيا سلطه، 2 سلطه، الطحينه حبيبتي، طحينه، عيش، وشكله عيش طازه وحلو قوي مخلل. وايه ده؟ اما نشوف ايه ده. طب بصوا هنجرب ايه، نوع نوع ولا اطلع لكم الاكل كله؟ طب اهو هطلع الاكل كله وهنجرب نوع نوع واقول لكم انا معايا ايه نوع ايه. العلبه دي مالها تقيله كده ليه؟ دي غالبا الطاج اهو. والمعلقه شكلها شيك على فكره، هو مغلف الحاجه بضمير قوي يعني. هناخد وقت في فتح الحاجه. ده اول حاجه من الربيع، حاجه مشهور بيها جدا جدا، الحواوشي. انا جايبه حواوشي ميكس، حواوشي ميكس سجق على لحمه. اجربه بصراحه، ما جربتوش قبل واو، كده. شكله جامد. جامد. انت لو شفت ريحته، لو شميت ريحته بقى. بس هنجرب كده حاجه بسيطه. انا ما جبت السكينه معلش. بسم الله. مبدئيا الرغيف مليان، تتبيله البهارات فيه باين فيه الكمون والفلفل. هو ده الاكل الحرش بقى، الحواوشي ما يتاكلش غير كده. بسم الله. لازم تجربه بجد. نجرب بقى بالطحينه. هنشوف بقى مطعم الربيع لقمه هنيه ولا اكله منسيه. حواوشي فيه كده صوص، والعيش كمان العيش من تحت تخين فمتشربه فمدي طعم حكايه حكايه. بالطحينه برضك. بصوا يا جماعه، انا عاوز اوريكم الرغيف فيه كميه قد ايه. مليان وسجق ولحمه، ولحمه حلوه، لحمه طازه، لحمه جزار مش لحمه مجمده او كلام من ده. والسجق لوحده بقى اهو. لا الرغيف ده اديله 10 من 10 باقتدار باقتدار باقتدار. انا مش عاوز اسيبه بصراحه، بس معايا تقييمات تانية. والطحينه اجرب السلطه. الطبق ده 10 من 10. الطبق التاني بقى نقيمه. الطبق التاني كنت عاوز اجيب كبده لوحديها وسجق لوحده، فكنت عاوز اجيب عينات، فقال لي لا هو على بعضه على الجريل. فاجربها معاكم. ريحه اللي هي فيها. بصوا الطبق بالشوكه، وبصوا الصوص اللي تحت ده، مش عارف باين معاكم ولا لا. بصوا انا هدوق عيش، هدوق ده ما يتاكلش غير عيش. العيش بتاعهم طازه. بصوا يا جماعه، حته الكبده ومتخرط عليها بقى فلفل الوان، والبهارات بتاعتها باينه، وعلى ما اعتقد حاطط فيها كمان قلب. بصوا فلفل الالوان دوت، اللي هو الفلفل الاخضر دوت، على قد ما هو بيبقى مسكر مش بس بيدي كرمله في الاكل كده حكايه.
فمش هقول لكم ريحته عامله ازاي، البهارات باينه فيه. ده الاكل الحرش بتاعنا بقى. بسم الله. معمولين مع بعض على الجريل كده، واخدين سنه شوي، فطعم الاكل تحس انه منسجم في بعض، والبهارات يعني واخده الكبده كلها. وطعم ومع ان بقول لك فيه بهارات وبهاره، ومع ان البهارات ديت مبينه طعم الكبده، يعني مش طاغيه عليها اللي هي الاكل بتاكل بهارات وخلاص. فبجد الكبده ممتازه ممتازه ممتازه. والصوص بتاعها بصوا، الصوص بتاعها انا مش عارف ابينه لكم ازاي. بصوا هوريه لكم في رغيف عشان مش هيبان غير كده. بصوا بصوا الصوص بتاعها بقى عامل ازاي اهو في قلب الطبق. ناخد حته سجق بقى ونجرب السجق. السجق باين عليه بلدي بلدي. السجقايه نفسها من جوه فيها تتبيله وفيها سنه قوطه، تحس انه عامل خلطه في قلب السجق. السجق دوت هو اللي هشع النهارده، عاجبني جدا. تعليق على الطبق دوت التعليق الوحيد اللي هو ممكن ايه، الكبده عايزه سنه ملح صغيره عشان انا بحب الملح. اكيد هيعجب ناس كتير. المطاعم طبعا ما بتزودش ملح عشان ايه، يرضي كذا ذوق يعني وكده. كده فاضل لنا معانا اهم شيء في الموضوع، الطاجن. لحد دلوقتي الطبق دوت اديله 9 من 10. يبقى معانا 10 من 10 السجق الحواوشي، والكبده والسجق 9 من 10. نفتح بقى الطاجن ده. استنى نفتح بس من تحت كده عشان ما نبهدلش الدنيا، بدل ما يكون الطاجن مقلوب. ايوه لا، مغلف تغليفه عشان ايه تاني سخن. بسم الله يا معلم على ريحه ورق عنب بالستيك، عشان انا مش اكل كورق قوي. والله ريحه الورق عنب وانا بفتح الشنطه قايل لها في ريحه ورق عنب. نجرب كده الورق العنب. فين الشوكه؟ الشوكه كانت هنا. طب هو جايب شوكه؟ ورق العنب ريحته طالعه طالعه طالعه، وعليه شويه بصل من على الوش كده. انا دول البصل الاول لوحده. البصل مستوي عليه شويه صلصه كده. البصل واخد طعم اللحمه، فغالبا معمول متشوح في حاجه لحمه، في شوربه لحمه. هقلب لكم الطاجن واوريكم الطاجن شكله عامل ازاي. استنى احنا نقلب الطبق ده كده. بسم الله. الطاجن بقى شوف شكله ما يطلع. بسم الله ما شاء الله. في كمية لحمة تستاهل. ورق العنب فيه مش كتير، بس في كمية لحمة تستاهل. والبصل، البصل معمول في قعر الطاجن، فغالبا البصل ده هيبقى واخد طعم الورق العنب كله. قطمة البصل اللي انا اكلتها في اللي على الوش مختلف عن اللي تحت. اللي تحت المزازة بتاعت الورق العنب نازل فيها، فمدي مزازة بس طعم جميل. تدوب بقى ورق العنب. ماشي. بصوا هو ورق العنب طعمه حلو، بس الرز تحس اللي هو فيه سنة تعجينة شوية. ندوق اللحمة. شوف اللحمة ايه ظروفها. بصوا اللحمة الشريحة عاملة زي البوفتيك كده، بس فيها سنة ايه عضة كده. انا بالنسبة لي بحب اللحمة مستوية، في ناس هتحبها كده، بس انا بالنسبة لي بفضلها مستوية شوية عن كده. اللحمة معلهاش بهارات اكتر من بهارات المحشي، يعني شاربة طعم ورق العنب والبصل، فمديها طعم جميل. بصوا يا جماعة، ورق العنب مستوي، ورق العنب نفسه مستوي كمان، يعني اكتر من الرز شويه. بص نشوف فيه بقى في الطاجن ده كام حته لحمه، نشوف يستاهل الثمن اللي مدفوع فيها. هقول لكم في اخر الفيديو ثمنه كام. بصوا ادي حته، وادي قطعه، وادي قطعه، يعتبر في 3 قطع متوسط. 3 قطع هم احجامهم مش كبيره، بس كويسين مش وحشين، مع طعمه كويس. نقيم الطبق ده بقى. الطبق ده مثلا اديله 8 ونص من 10. 8 ونص، ما يجيش اكتر من كده. فتوتال مجمل الاكل النهارده
قول لهم ليه، عشان طبق العنب فيه ايه؟ ما فيهوش لحمه كتير. لا مش قصه ما فيهوش لحمه كمان، بس السوا بتاع ورق العنب. الورق العنب مستوي بس الرز من جوه فيه زي تعجينه كده. اللحمه فيها سنه بتعض. يعني انا بحب اللحمه مستويه شويه، تبقى دايبه، وبالذات اللي هو مستوي مع ورق العنب فالمفروض يبقى دايب واخد منه الطعم، بس عاوز يتقرص عليه سنه في السوا. فمجمل الطبق دوت حوالي 8 ونص، هنقول 8 ونص. فمقبل تجربتي النهارده عن مطعم الربيع. لقمه هنيه بجد، لقمه هنيه، والواحد يحب تتكرر تاني. وجربوا المطعم ده على مسؤوليتي. بس وانتوا بتجربوه بقى او قبل ما تجربوه، عاوز لايك كبير وتشجيع جامد جامد جامد. شجعوني على امبارح يا جماعه عشان استمر. يعني كم حد بيقول استمر ازاي؟ اما انتوا تشجعوني، تكتبوا لي كلمه حلوه، تكتبوا كومنت حلو، لايك. تمن الاكل ده كام في المجمل؟ تمن الاكل دوت 610 من غير الضريبه. بتفرق كتير قوي قوي مع الضريبه. في التوتال بقى يعمل كام؟ يعمل 760 جنيه. يعني دي الاسعار، ما خدت الاسعار ديت فانا بحسبها الاسعار شامله. فما جالي الاوردر فلقيته عامل 760 جنيه. فبقول له ليه؟ قال لي عشان الضريبه. بص لقيت في المنيو الضريبه. اسعار الحاجه دي، سعر رغيف الحواوشي، سعر رغيف الحواوشي ممتاز ب 100 جنيه من غير ضريبه. هتضيفوا الضريبه انتوا 15%، تحسبوها بقى على اي طبق هتاكلوه. الربع الكبده اسمه ربع مشكل ده عشان كبده على سجق دوت ب 230. والطاجن دوت اغلى حاجه فيهم عامل 280 جنيه. يا رب يكون فدتكم النهارده. بس انا يا جماعه من تجربتي ورا الكاميرا شايفه اللي هو الطاجن ده ما يستاهلش الثمن ده، لان في حد عندنا بيعمل طاجن ورق العنب ممتازه وحاطط بتاع فيها نص كيلو لحمه وعامل 150 جنيه. ما هو ده مطعم بقى ومشهور وايجارات ومحل فانا هخلي احمد برضو يجرب لكم المطعم اللي انا بقول لكم عليه ده، لان حاجاته رخيصه وجميله وطعمها حلو جدا. وعاوزين نجرب المطعم اللي بتقول عليه فرق ريال. انا مش هسمع كلامها في حاجه، انا اسمع كلامكم انتوا عشان انتوا اللي هتكبروا القناه دي. القناه دي بقت بتاعتي فكبروها. كبروها. كبروها. قول لهم حبايب قلبنا، استني ربنا بس، يخليكم لينا. استني. مش انتوا بتشجعوني وبتقولوا يا احمد قيم الاكل وانت بتقيم. تشجيعكم ليا هو اللي يخليني استمر واعمل لكم اي مطعم انت هتقولوا عليه اعمل عليه تقييم، هعمل لكم عليه تقييم. يلا عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، بس قبل ما نختم ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت الحلو. وقبل ده كله بقى ندعي لاهلنا في فلسطين، يا رب يشيل عنهم البلاء ويصبرهم. قبل ما تحطوا اللايك الجميل والكلمه الكويسه والكومنت الجميل، يا ريت ندعي لاهلنا في فلسطين، يا رب يقويهم ويصبرهم ويزيدهم عزيمه على عزيمتهم، ويشفي يا رب المصابين ويرحم الشهداء، امين يا رب العالمين. يلا استنونا بقى في فيديو جديد ان شاء الله. بس مش هطلع لكم بقى الفيديو الجديد دوت غير ما اشوف التفاعل على الفيديو ده عامل ايه. انا قلت اول فيديو مش مشكله، بس ما نشوف بقى التفاعل على الفيديو ده. يلا سلام، السلام عليكم.